اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. صباح المعجنات، صباح الحاجات الحلوه اللي دايما يا اما مع كوبايه الشاي نفطر بيها او مع فنجان القهوه نحلي بيها، حاجه كده خفيفه سريعه لذيذه في منتهى الجمال. تعالوا نشوف عملناها ازاي، وعملناها هشه بطريقه رهيبه، اجمل من الافران واجمل من محلات الحلويات اللي بتروحي تشتريها منها. تعالوا نروح نشوف عملناها ازاي. اول حاجه كده معايا كميه دقيق، اي كميه انت حابه تستخدميها، حطيت عليها بيضه، وكمان علبة صغيرة اللي هي او كيس من اللي هو بتاع الفانيليا، وكمان معايا معلقة او نص سكر، وطبعا رشة الملح دي ضروري. انا كان معايا معلقة كبيرة من الخميرة حطيتها، وطبعا معايا مكعب زبدة. مكعب الزبدة ده هستخدمه في الاخر، بس هعجن الاول بكوباية اللبن بتاعتي. ديت الطريقة ديت بتخلي العجن ديت بتخلي العجينة هشة معاكي وطعمها حلو، وكمان اجمل من اللي بتجيبيها من الافران. طبعا بقى بعد ما عجنتها ولقيتها طريت معايا كده وبقت متماسكه كويسه، حطيت عليها حته الزبده ونزلت فيها عجن تاني لحد ما بقت معايا عجينه طريه متماسكه، وهسيبها بقى ترتاح على جنب لحد ما اجهز الحاجات اللي انا هستخدمها فيها. ممكن تستخدمي فيها اي حشوه انت حابه تستخدميها. انا هستخدم حشوه لذيذه جدا مش مكلفه، بس انا هقول لك ايه اللي انت تستخدميه وايه اللي انت اختياري ان انت ما تستخدموش. انا معايا جوز هند. جوز الهند ضروري فيها لانها بتديها طعم حلو جدا، ومعايا معلقتين سكر وصفار بيضه. جيت هنا احط الفانيليا، ببص لقيت العلبه فاضيه. الله، امال فين العلبه اللي المليانه؟ فاتريني كنت حطيت ديت على العجين ونسيتها والتانية كانت جنبي فحطيتها هي. حطيت بقى على جوز الهند معلقتين سكر وصفار بيضه ومعلقتين اتنين بس من الزيت، وكمان برضو معلقتين برضو من الحليب او اللبن. هنا بقى اللي انا هحطه ده اختياري، حابه تحطيه تحطيه، مش حابه تحطيه براحتك. انا عندي تين مجفف وكمان مش مجفف، حابه تحطيهم حطيهم، مش حابه براحتك. انا مسكتهم كده قطعتهم قطع صغيره بالمقص عشان وانا بحطها في العجينه بتاعتي ما تكلكعش مني وتقطع معايا العجينه. قطعتهم كده بالمقص قطع صغيره. حابه زي ما قلت لك، حابه تستخدميهم استخدميهم، مش حابه تستخدميهم براحتك. انت بقى بتحطي الكميه اللي هتناسب كميه العجين بتاعتك. طبعا زي ما قلت لك قبل كده في فيديوهات قبل كده ان الاكل والحاجات ديت بتبقى مش مقادير معينة او بحذافيرها. يعني ديت انت كمية العجين كمية الحشو على حسب انت حابة تستخدمي ايه. انا هنا بقى دهنت الصواني بتاعتي من الزيت وركنتها على جنب كده، وجبت قطعة من العجين كده وهي في خمرها فردتها، وهحط فيها الحشوه بتاعتي. بس هفردها فرده صغيره كده علشان لما اجي المها تاني على الحشوه تبقى ملمومه كويس ما تبينش مني الحشوه خالص. بلمها كويس كده زي ما انتوا شايفين، واحده واحده كده لحد ما تبقى العجينه معايا كرة واحده وما فيهاش اي فراغات ولا فيها اي حاجه تخليها ما يكونش فيها اي هوا، يعني بحيث ان انا لما اضغطها تاني واعملها ما يكونش فيها هوا جوه. واجي اقطعها تكون كويسه معايا. انت بقى التقطيع اللي انت عايزاها، انا هقطعها زي الورده كده. همسك السكينه واقطع كده من الجناب. طبعا بسيب الحته اللي في النص ماسكه نفسها علشان لما اجي اعملها الورده بتاعتي ما يكونش شكلها مش لذيذ زي ما انتوا شايفين كده. طب انا ممكن استخدم حشو مكان دي مكان الحشوه ديت. ممكن تستخدمي كريمه بتاع دي اللي هو القشطه الكدابه. ممكن تستخدمي مهلبيه. ممكن تستخدمي كاستر. ممكن تستخدمي عجوة. ممكن تستخدمي اي حاجه انت حابه تستخدميها. ممكن يعني المكسرات تمشي معاكي. اي حاجه انت حابه تستخدميها على حسب امكانياتك بتستخدميها في الحشو. عملت واحده وفردتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ حاجه في منتهى الروعه، حاجه حلوه ولادك هيحبوها وهتعجبك جدا. تعالوا نعمل كمان واحدة علشان تتأكدي من الطريقة انا عملتها ازاي. وكمان انا هكمل بقى بعدين لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. وكمان هسيبها تخمر، لازم تسيبها تخمر شوية عشان تديكي
الهشهشه اللي دايما بنلاقيها في المعجنات اللي بنشتريها من بره. فردتها كده، طبعا ما استخدمتش النشابه او المردانه على حسب بتقولي عليها ايه كتير. ممكن تفردها بايدك، ممكن تفردها بالنشابه، يعني باي حاجه انت حابه تستخدميها. انا عملتها بنفس الطريقه برضو، بس المره دي بدل ما اعملها شكل الورده بره وارجع اشيلها تاني، لا حطيتها في الصينيه وبعد كده ايه عملتها شكل الورده برضو وضغطت عليها ضغطه خفيفه كده. هنا بقى كنت سبتها ربع ساعه تخمر. جبت بقى معايا صفار بيضه حلوه كده وحطيت عليها شويه فانيليا سايله، وهمسك الفرشه بتاعتي وادهن الصفار البيض ده على الحتت اللي فيها العجين علشان لما ادخلها الفرن تبقى متحمره معايا وشكلها لذيذ وطعمها حلو. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده. براحتك، انت لو مش حابه تدهنيها برضو براحتك، ممكن تحطي بدال الفانيليا ممكن تحطي لبن، بس انا ما بحبش احط لبن على المعجنات. اللبن فيها اصلا، انا حاطه لبن فيها من جوه في العجينه نفسها، فما بحبش ان انا احط على المعجنات. طبعا بقى حابه تزينها باي حاجه، ما عندك مكسرات حابه تحطيها، عندك شويه سمسم وحبه البركه حابه تحطيها. يعني اي حاجه بتزيني بيها حابه تحطيها حطيها. انا بقى هدهن بقى الحتت اللي فيها فراغ كلها من من العجين، هدهنها كلها بصفار البيض عشان تبقى متحمره معايا حلو. حطيت كده في النص الحته اللي فاضيه في النص ديت، حطيت فيها شويه سمسم وشويه حبه البركه. دلعي نفسك ودلعي ولادك بحاجات حلوه خفيفه، بشويه دقيق بساط هتعملي احلى حاجه لولادك في البيت. حاجه خفيفه خالص. تعالوا بعد ما دخلناها الفرن بقى نطلعها ونشوفها عامله ازاي. شايفين الجمال؟ انا بس سبتها على جنب ربع ساعه كمان، غطيتها بفوطه وسبتها لحد ما ايه هديت شويه علشان لما اجي اشيلها من الصينيه ما تلزقش مني وتتهري مني، وكمان علشان بتكون اول ما تكون طالعه من الفرن بتكون ناشفه، فلما تيجي تشيليها هتطلع معاكي بصعوبة. فلا لما تغطيها شوية وتسيبيها شوية هتيجي تشيليها تبص تلاقيها اهي هشة كده وجميلة وطرية وبتطرى معاكي. شايفين الجمال؟ هشة وبص حاجة كده في منتهى الجمال. طرية وجميلة مع كوباية شاي كده على الصبح او مع فنجان قهوة كده بعد الغدا. حاجة كده روعة، تحفة تحفة تحفة. جربيها ومش هتندمي. كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين هشاشتها عاملة ازاي؟ فظيعة فظيعة فظيعة. اي كمية دقيق عندك، اي كمية جوز هند عندك، هتعملي احلى حاجة لولادك. جربيها ومستحمرة من تحت وطعمها تحفة وريحتها كمان تجنن. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.